فخامة الرئيس، إذا كنت قد طلبت منكم المقابلة، فالغاية التي أسعى من ورائها هي أني أريد أن أطمئنكم لأن الوضع في الجزائر وضع متحكم فيه، وأننا قادرين على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة. صحيح وسائل الإعلام تضخم بما يجري، حقيقة ما يجري في الجزائر، وتسعى إلى أن تروج لإعطاء معلومات تنقصها الدقة، ولكننا يمكن نقول لكم بأننا رسمنا تصورا وخطة ونسير في إطارها، والخطوة هذه تعتبر هي الآن في مراحلها الأخيرة. قد اعتمدنا الحوار مع الشركاء ومع ممثلي المجتمع المدني، كونا لجنة مستقلة، وقلنا أن هذه اللجنة أن الحكومة والرئاسة والمؤسسة العسكرية أنها تنسحب، وشكلنا لجنة تتولى الإشراف التحضير والإشراف على الانتخابات القادمة التي سوف تكون يوم 12 ديسمبر القادم. صحيح هنالك بعض العناصر تخرج أسبوعيا دوريا للشارع وتدعو إلى ترفع شعارات،